السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. صباح الخير على عيونكم يا حلوين. انا جايه النهارده بوصفه كده سريعه، حاجه حلوه كده على السريع. تمام، ما بتاخدش وقت خالص وسهله. آه بس المشكله بقى في اسمها. يعني هي في كل بلد ليها اسم معين. تمام، انا هقول لكم على اسمها عندنا في البلد بتاعتنا، يعني بتاعت مامتي وبتاعت بابايا وكده. وانتوا اكتبوا لي في الكومنتات اذا كان ليها اسامي تاني ولا لأ. يعني كل واحد يقول لي هي اسمها ايه في بلدهم. تمام. مبدئيا كده اهو، ده شكلها عامله زي الشعريه بس ناشفه. تمام. في ناس بتقول عليها اسمها شعريه، وفي ناس بتقول عليها اسمها اندوسيه. واحنا عندنا بصراحة في بلد مامتي وبابايا ليها اسمين، مخروطة ورشطة، بس محمصة لان في منها طرية. تمام. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات هي اسمها في البلد عندكم ايه. فهي النهارده هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المخروطة دي او الرشطة دي. تمام، مش هنحتاج الا هي وسكر حسب الرغبة ومية بس كده. تعالوا بينا بقى ايه ندخل على الطريقة. بصوا بقى يا بنات، احنا جينا كده ايه على البوتاجاز علشان نشوف الطريقه. تمام. ثواني يا مارو، معلش يعني على صوت مروان. بس معلش مش عارفه بقى هتشوفوا كويس ولا لا، لان بصراحه الرنج لايت وقع مني من كام يوم والحامل بتاعه اتكسر، فانا حاليا يعني زي ما بيقولوا كده ايه مش على ايه. فمش عارفه بقى الطريقه ايه هتبان قدامكم ولا لا. بصوا بقى هنعمل ايه. هجيب السكر. تمام، دي اول حاجه هولع على النار وهجيب السكر زي ما قلت لكم على حسب ايه الرغبه. انا هفضي كده شويه. تمام، وهنبتدي ان احنا نكرمله، بس خدوا بالكم عشان ايه ما يتحرقش بينكم، ان بين كرمله السكر وبين الحرق مفيش ايه ثواني، فاول ما يتكرمل هوريكم شكله. طبعا يا بنات احنا بنوطي عليه لحد ما يتكرمل. تمام، وما بنقلبوش الا لما يبتدي ان هو يسيح خالص ويتكرمل عشان خاطر ما يخرصش مننا. بصوا يا بنات، هو بيبتدي ان هو يتكرمل اهو. تمام. المهم ان انتوا تكونوا محضرين جنبيكم ميه علشان اول ما يتكرمل نحط ايه الميه على طول. بصوا بقى يا بنات، هنا اهو اتكرمل. تمام. انا موطيه عليه خالص لان هيعمل صوت دلوقتي. المهم هحط ميه تقريبا كده كوبايه ميه كبيره. تمام اهو. بصوا اهو يا بنات، انا حطيت اهو تقريبا ايه كوبايه ميه كبيره. بصوا ما تقلقوش، هو هيقفش معاكم كده، ده طبيعي. اول ما بنحط على الكراميل ميه بيقفش كده. هنبتدي بقى نقلب فيه لحد ما يفك خالص. بصوا بقى يا بنات كده السكر بعد ما قفش داب خالص اهو. تمام، هعمل بقى ايه، هنزل المخروطه او الرشه. تمام، بس خدوا بالكم هي يعني الكميه دي انا مش هعملها كلها، لان هي بعد ما بتستوي يعني زي ما بيقولوا ايه بترمي كتير، يعني بتفرش كتير. تمام، فانا مش هحطها كلها، هحط على قدي انا بس، اني حاليا عبد الله في الشغل ومفيش الا انا ومروان، فهحط على قدي يعني، هعمل يا دوب طبق صغير. بصوا بقى يا بنات، انا كده حطيتها اهي. تمام، هقلبها، واول ما الاقيه خد غلوه كده هقوم موطيه عليها. تمام، وهسيبها بقى ايه تتشرب الميه دي، بس طبعا مش كلها، لازم تسيبي فيها شويه صوص صغيرين في الاخر، هوريكم برضو شكلها. المهم هسيبها ايه تشرب الميه دي، بس زي ما قلت لكم مش كلها، وتكون استوت وهوريكم شكلها. بس بصوا بقى يا بنات، شكلها تحفه، شكلها بجد خطيره. ولا الريحه. مش قادره اقول لكم. طبعا دي موجوده في كل البلاد، بس هي زي ما قلت لكم كل بلد ليها اسم مختلف. تمام، فانتوا اكتبوا لي في الكومنتات اسمها ايه عندكم. فطبعا كله عارف طعمها، فطعمها تحفه بصراحه. بصوا يا بنات اهو، زي ما قلت لكم تسيبوا فيها ايه شويه ميه صغيرين عشان يبقوا كده، ما تبقاش ناشفه، يبقوا زي كده يعني كانك حط عسل عليها. اهي كده استوت، يعني ما تاخدش وقت خالص طبعا.
هطفي عليها وهحطها في طبق واوريكم شكلها. بصوا بقى يا بنات، ده شكلها اهي بعد ما اتحطت في الطبق. يا رب بقى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل اشعار لاي فيديو جديد انزله. وانا يا جماعة بيبان عندي من طبعا ده الاستاذ مارو بيحاول يطلع يقعد على الرخامة. انا بيبان عندي في المشاهدات اني اكتر نسبة مشاهدات من ناس اصلا مش مشتركة في القناة. فاتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتنوروني، وان شاء الله تبقوا احلى عيلة وهتوحشوني وانتظروني في الوصفة الجاية. باي باي.